السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. تخيل كده معايا حياتك من غير موبايل ولا انترنت. تخيل هتكون مبسوط زي دلوقتي؟ طبعا انت دلوقتي جيب بالك ان الناس زمان كانوا عايشين ازاي من غير موبايل ولا نت. يا ترى حياتهم كانت ممله وزهقانين ولا زينا دلوقتي في عصر التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه ده، اللي خلت الحياه بقت اسهل بكتير؟ حاليا التكنولوجيا دلوقتي بقت جزء اساسي في حياتنا اليوميه. طب قول لي، انت تقدر تخرج من غير موبايل؟ طب تقدر تعدي يوم كامل عادي كده من غير ما تفتح نت؟ كتير من الناس هتقول عادي، بس عادي دي لو اخدتها من ناحيه التحدي فهيكون عادي تقدر تعمل كده، لكن انا بتكلم في الطبيعي. هل تقدر تعمل كده؟ اكيد لا. طبعا التكنولوجيا ما بتقتصرش على الكمبيوتر والنت والموبايل، لان التكنولوجيا بقت حرفيا في كل حاجه في حياتنا، لكن احنا هنتكلم النهارده عن الحاجات اللي بتاثر علينا بشكل يومي ومستمر. لو جينا اتكلمنا عن التكنولوجيا واللي هي بتعمله دلوقتي، هنتكلم برضو عن السلبيات والايجابيات وازاي نستفيد من التطور التكنولوجي بشكل افضل. بس قبل ما ابدا خلينا اجاوب عن سؤال: هل الناس زمان كانت مبسوطه من غير التكنولوجيا؟ طبعا كانت مبسوطه، لان الشخص ساعتها كانت من اقل الاشياء كانت بتبسطه، والايام كانت بسيطه وسهله والتكنولوجيا ما كانتش اتطورت بالشكل ده. قبل ما ابدا، لو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك. وبس كده، خلينا نبدا ونتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام من غير ما نضيع وقت كتير. خلينا نبدا، يلا. خلينا نتكلم الأول عن سلبيات التكنولوجيا وأضرارها. أول حاجة هنتكلم عليها هي الإدمان على الأجهزة. كتير مننا بقى مدمن على استخدام الأجهزة وبنقضي ساعات طويلة قدام الشاشات، وده بيأثر علينا سلبيا على صحتنا النفسية والجسدية. يعني مثلا بنبقى قاعدين ماسكين الموبايل لفترات طويلة، وبالأخص وإحنا نايمين، وده بيأثر على النظر، وتأثير النظر أكيد هيأثر على المخ، والمخ بيأثر على التركيز، ودي في حد ذاتها حاجة سلبية جدا. تاني حاجة هي التأثير على العلاقات الاجتماعية. رغم إن التكنولوجيا خلت التواصل بقى أسهل، إلا إنها أحيانا بتؤدي للعزلة الاجتماعية. بنلاقي نفسنا بنقضي وقت اكتر قدام الشاشات بدل ما نتفاعل مع الناس وجها لوجه. تاني حاجه الصحه النفسيه. وسائل التواصل الاجتماعي بتخلق لنا نوع من الضغط النفسي، وده بسبب المقارنات الاجتماعيه. بنشوف الناس بتنشر اجمل لحظاتهم، وده بيخلينا نحس ان حياتنا اقل جمالا او نجاحا. رابع حاجه الامن السيبراني. زياده استخدام التكنولوجيا جابت معاها مخاطر جديده زي الاختراقات والتهديدات الامنيه. بنلاقي كل يوم بنسمع عن اختراق بيانات وسرقه معلومات شخصيه، وده برضه من سلبيات التكنولوجيا. نيجي بقى للايجابيات. اول حاجه ايجابيه في التكنولوجيا هي سهوله الوصول للمعلومات. دلوقتي نقدر نلاقي اي معلومه نحتاجها في ثواني معدوده بفضل النت، سواء كان بحث عملي او حتى اخبار العالم. كل حاجه بقت متاحه بضغطه زر. تاني حاجه ايجابيه التواصل السريع. التكنولوجيا خلت العالم قريه صغيره قد كده، نقدر نتواصل مع اي حد في اي مكان في العالم في لحظه بفضل التطبيقات زي الفيسبوك او الواتساب او غيرهم، وده ساعدنا كتير اننا نحافظ على علاقتنا مع اصحابنا او العيله حتى لو كان في اماكن بعيده. ثالث حاجه زياده الانتاجيه والكفاءه. الادوات الرقميه والبرامج المكتبيه ساعدتنا بشكل كبير ننجز شغلنا بسرعه وكفاءه اكبر، سواء كان ده من خلال برامج اداره المشاريع او تطبيقات تنظيم الوقت. التكنولوجيا خلتنا نعمل حاجات اكتر في وقت اقل. رابع حاجه ايجابيه التعليم والتعلم عن بعد. المنصات التعليميه فتحت لنا ابواب جديده للتعلم، نقدر نتعلم اي مهاره جديده او نحضر كورسات من جامعات عالميه من غير ما نخرج من البيت، ودي حاجه كويسه جدا. ندخل بقى على ازاي نستفيد من التكنولوجيا بشكل افضل. نستفيد منها ازاي؟ اول حاجه مهم انك تستغل التكنولوجيا في التعليم والتطور الشخصي. في كورسات اونلاين، مقاطع فيديو تعليميه، وكتب الكترونيه في كل المجالات تقريبا. دي فرصه عظيمه للتعلم من البيت وفي وقتك المناسب. واكيد برضو ما ننساش الفوائد الاجتماعيه للتكنولوجيا. ممكن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشان تفضل على تواصل مع اهلك واصحابك، وكمان ممكن تستغلها في الترويج لشغلك او مشروعاتك الخاصه. ممكن تعمل ترويج لشغلك على منصات كتيره زي الفيسبوك والانستجرام وغيرهم كتير، وده هيكون حاجه كويسه جدا ممكن نستفاد منها. في نفس الوقت لازم تكون واعي لاضرار التكنولوجيا زي الادمان وقله التركيز. حاول دايما تعمل توازن بين استخدامك للتكنولوجيا ووقتك الشخصي والاجتماعي، وتجنب استخدامها قبل النوم، لان معظمنا قبل ما ينام لازم يفتح التليفون ويفر فيه شويه كده، وبعد ما يجيب اخره يسيب الموبايل وينام. وناس كتير بتنام على نفسها والموبايل جنبها ومفتوح، فحدد لك وقت احسن لاستخدامه وتجنب استخدامه قبل النوم. في النهايه التكنولوجيا زي ما قلنا سلاح ذو حدين، ليها ايجابيات كتير وسلبيات محتاجين نكون حذرين منها. الاهم ازاي نستخدمها بشكل صحيح ومفيد. وبكده يكون وصلنا لاخر الفيديو، ولو عجبك الفيديو او استفدت منه ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.